السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم في فيديو جديد وفي قضية أو حادثة جديدة حصلت لسه من شوية. دي في محافظة دمياط. كان في يعني موتوسيكل وتوك توك خبطوا في بعض على طريق المطار بمركز كفر البطيخ في دمياط. كان فيهم 8 أشخاص دول، يعني التوك توك والموتوسيكل كان عليهم 8 أشخاص. 8 أشخاص، في 4 اتصابوا و4 توفوا. ربنا يرحمهم طبعا جميعا، يا رب ويرحمنا جميعا. ال4 اللي توفوا دول يعني أعمارهم ما بين 18 و22 سنة، يعني 18 و20 و22. 2 18 و21 و22. فيعني ربنا يرحمهم يا رب ويصبر أهليهم. والمصابين يا رب ربنا يشفيهم وكل حاجة. ويا ريت يا جماعة واحنا ماشيين نخلي بالنا. هو هنا كاتب لكم اسامي المصابين يعني، واسامي الناس اللي توفت وكده. ربنا يا رب يعني يتغمدهم بالرحمة يا رب. المهم، يا ريت نخلي بالنا خصوصا من حوادث التوك توك والموتوسيكلات دي. يا ريت حتى احنا يعني ما نركبش موتوسيكلات. الموتوسيكلات دي خطر جدا يعني، والسكوترز والحاجات دي بتحصل منها حوادث كتير جدا. وانا في ناس قريبة مني يعني اعرفهم، في يعني قرايبهم ماتوا بسبب الموتوسيكلات والتكاتك والحاجات دي. فيا ريت يعني نخلي بالنا واحنا ماشيين في الطريق. وانا برضو هعرض لكم صورة المتوفين، ربنا يرحمهم يا رب ويغفر لهم. ده اول واحد، وبرضو صورة التاني هتيجي دلوقتي. ربنا يرحمهم، يعني يشوفوا اشكالهم يعني صغيرين جدا، بس طبعا يعني مفيش حد بايده حاجة، يعني دي اعمار وربنا كاتبها لنا. ويعني تعداد اسباب الموت واحد، يعني كل واحد ليه ميعاد هيروح فيه، بس يعني ربنا يصبر اهليهم. ويعني ويصبر قلوب اهليهم، عشان طبعا دلوقتي زمان اهليهم تعبانين جدا عشانهم. فربنا يرحمهم يا رب ويجعل الدار الآخرة أحسن لهم من الدار الأولى يعني. بس كده الفيديو بتاعنا خلص، وحبيت أعرفكم بس وعشان تدعوا لهم. وعشان تخلوا بالكم برضو من حوادث الطرق دي. ربنا يعافينا جميعا يا رب. يا ريت لو لسه أول مرة تشوفوا قناتي، يا ريت تشتركوا في القناة، تعملوا سبسكرايب، يعني تشتركوا في القناة يعني عشان الناس اللي عارفة ده أو ده يعني. هيفرق معايا جدا الاشتراك بتاعكم. ويا ريت لو في اي ملحوظه او اي حاجه تعملوا لي كومنت بيها. وما تنسوش اللايكات على الفيديو. واشوفكم في فيديو جديد، يا رب بصحه وسلامه، مع السلامه.